بملامح ظلي وقصائد أو مقاطع من هذا الديوان الجميل. طبعا أنا بشكر منتدى الشعر المصري على استضافتنا لهذه الندوة، وسعيد بالحضور الأستاذ علي والصديق رفيق الدربي وصديق عمري الأستاذ فولاذ عبد الأنور والدكتور محمد والدكتور عمر والعيد والأستاذة، وطبعا حسن ابن صديقي العزيز الله يرحمه حسن اللي بيوثق لنا كل شيء. أنا أقول بعض الحاجات من ملامح ظلي. ملامح من الحياة اليومية. أوقفني الشرطي فجردني من أوراقي فأصبحت بلا اسم. نزع محل الميلاد وأوكل لي أن أقصي حبات الماء بكوب الشاي، ولو أمكنني أن أفصل ما زاب به ليفك الحظر ويمضي. اعترض الباب ورفض بألا ينغلق، امتعض لما يجري، يعرف كل الأسرار ولا يقدر أن يفيها. لم يسأله أحد هل ضايقه كثرة ساعات الغلق. طال ترقب العربات ورفض اللون الأحمر أن يتراجع. زاحمه اللون الأخضر فاحتد عليه الأحمر، أخبره بأن الخطر قريب، لابد من الحذر ولا يمكنك عبور الشارع، فالموت أراه على الأعتاب. امتثلت كل العربات لإشارته وتجمد كل المرة، وابتهج اللون الأحمر فلقد فرضت سطوته. وقف على أول خط السير، تأمل هندسة الخط وكيف يحصل له تنظيم الخطوة. حاول أن يحسب كم خطا يفصل ما بين رصيفين اثنين، وخاف إذا ما أكمل رحلته ألا يجد خطوطا كيما تنتظم الخطوة. ظل يغازل بعض بنات الأفكار، أغرته إحدى الفتيات وشدته لكي يدخل. وقف على أبواب العقل تعجب كيف رأى ترتيب بنات الأفكار، فخاف إذا ما أغوته وهام بها ألا يعرف كيف يعود. مشاكسات لا تنتهي. أوصاه النادل أن يكثر من شرب الماء وأن يتمهل في مشيته كي يستمع لأصوات النسوة حين يجادلن الباعة، ألا يخفي فيض مشاعره إذ ما طفح بداخله الشوق. وأخبره بأن تجاعيد الزمن قد امتلكت كل ملامحه، وأن مداومة العشق ستنجيه، وأن جيوش الخوف إذا ما مرت داخله ستسكنه. أوصد باب البيت وانتبه لقارورة ماء في شرفته فأمسكها، بسمل فاندفع الماء كجلمود. أخذت دفقته بغصته فاستحسن طعم الماء. تمنى لو أمكنه أن ينتشر بداخله كيما يحيي ما أفسده الدهر. وحين امتلأ حس بأن الماء سيغرقه. أوقد مصباح الغرفة واستند إلى طاولة فأحس بدفقة دفء لم يحدها. أخرج من أذنيه أصوات النسوة وبائعة العطر اشتم روائحها، فانفتح القلب وخرجت فتبسم واستشعر دفء مشاعرها. لم تسأله كيف تحمل أيام الهجر، تحسس ما أمكنه من ماضيه فاختمر بداخله بركان مشاعره وأوشك أن يخمده
فجاء صرير البيت حسيسا ونداء صغيرته يتبعه كي ما يخرج. عاد إلى مخدعه، كان يظن بأن النوم سينجيه كيما يخرجها من شرفات القلب، فأغلق عينيه وتحسس ما سكن بداخله، فك حبال الصوت كي لا يسمع ما يزعجه، ما إن كان على أعتاب الغفوة، حتى انفرط بداخله شوق حاول أن يخفيه أو يخرجه، فاستعصى واستسلم، فلقد ملكت كل مداخله ومخارجه. جميل، شكرا. شكرا أستاذ محمد الشحات.